النقطة الثالثة التي تتعلق يعرف يا شباب الدولة المصطنعة بشمال إسرائيل تعمل على الدم، تعمل على الكاد، على البطش، على القتل، تراها تقوم بالتفكير والاعتصامات المستمرة للباطل والهزيمة. اليوم الحركة الأخيرة الفلسطينية التي نقف أمامها بكل عدة أمراض تعيش حالة من الغليان، تقوم بمعركة الحرية التي يقودها أسرى الجبهة الشعبية ضد مصلحة الديون الفاشية. ودعم إن رفيقهم القائد يتكسى على الظلم وتطاولكم ومن خلال المقاومة ورفض التطبيع. وأخيرا نتمنى لكم النجاح والتقدم في أعمال هذا المؤتمر والوصول إلى أهدافكم والغايات التي يرتقبوها. عاش الشعب المغربي. يا شعبي يعقوت النسل. مساء الخير. الأمين العام الجبهة الوطنية لتحرير فلسطين، الرفيق نائب حواتنا، اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، نواب المناضلين الجبهة الديمقراطية يأتون هنا لكي يقدموا أغلى التهاني والتقدير والاحترام من قلب منظومة التحرير الفلسطينية، من قلب الشعب الفلسطيني، إلى مدرسة نضالية عريقة النهج الديمقراطي في مؤتمرها الرابع. قلوبنا مليئة بالسعادة والسرور عندما تتقدم القوى الثورية الديمقراطية بصفوف موحدة لكي تواكب مسيرة النضال نحو استقلال آخر لشعوبها، ولكن أيضا رفاق الدمع في القلب، حيث غادرنا الرفيق شباري بوصلة فلسطين الذي كان حلقة من النضال والعطاء المستمر، ودائما ينظر عبر قوى اليسار نحو فلسطين المستقلة، نحو فلسطين المحررة من سياسات الاغتصاب والاستيطان والاعتقال والإرهاب المنظم في الزاوية والموقع الأمامي في قلب الوطن العربي، فلسطين النازفة المناضلة عبر 3 انتفاضات يحاولوا أن يدخلوها سياسات المفاوضات العقيمة، سياسات المراهنات على أوضاع عربية. هذه الأوضاع تم صناعتها وفوركتها من أجل أن تضع الإمبريالية الأمريكية كل يدها على منطقتنا عبر شعوبها واستغلالها. ونحن من خلالكم وعبر مناضلي النهج الديمقراطي في إطار الحركة اليسارية الشجاعة في المغرب نقول أننا سنقاوم في فلسطين وفي كل الساحات من أجل وطن عربي مستقل حر، وسننتصر وسننتصر والمجد خديجة درويش. المشكل اللي كاين عندنا هو واحد المشكل ديال واحد القران دار واحد السيد، يعني هو بدون ترخيص، يعني هذيك البلاصه كانت غير دايره هي
هي عماره وها هي دارها مقاده، هي كانت رقمه تقنيه دارها مقاده، ها واسعه مقاده وتحتيها فران، يعني فران اللي هو متضرر اللي هو اللي فيه الشينيري، داك الشينيري وقع سوقه العماره. انا ساكنه في هذيك العماره، هو هنا عطانا المره الاولى التيزان، قال لنا واحد التيزان منه اي ضرر يحدث الفرن غادي يحيدوا، اي ضرر يحدث يديروا الفرن غادي يحيد الفرن وقفوا. دابا هاد السيد المره راه خدام في بالي مده 5 سنين هذه، ما خلينا فين مشينا درنا عده شكايات، يعني عندنا شي نقولوا شي 20 شكايه، شي 20 شكايه اللي شفت عندنا، ما خلينا القيد، ما خلينا العماله، ما خلينا جماعه، ما خلينا فين مشينا. يعني هو اش كيقول لنا؟ كيقول لنا سيروا جهدكم جريو، دهن سيري سير، هادشي اللي كيقول لنا. انا كنتحداكم سيروا جهدكم جريو. دابا حاليا انا ساكنه في هذيك العماره، حاليا انا عندي حساسيه، انا دابا مريضه، يعني ما كنستحملش ديك الريحه، كيدير ديك الريحه ديال الكيف، كيجي العود وداك الشيء خلق الورود وخلق تشوهات على العماره. الحيط شقق، يعني حنا ما عرفناش شنو الحل، ما عرفناش فين غنمشيو، كل مره كنمشيو عند الناس هنا نشوفوا شي فيديوهات كيف كنمشيو كنشوفوا القائد سيروا الجماعه، كنمشيو الجماعه سيروا عند القائد، ما خلينا فين مشينا حتى شي واحد ما يعطينا حق. دابا حنا ما ديناش عرفنا شنو الحل، اش كيقول لنا؟ حنا مستفيدين، حنا كنقولوا ليه هذا المشروع ملكي عاطل بينا سيدنا الله ينصر. اش كيقول لنا هو؟ كيقول لنا جهدكم جريو، سيروا فين ما بغيتوا، لا ما عجبكمش دخلوا العماره وخرجوا. فين غادي نمشيو حنا نديروا قياطه الزرقاء؟ حنا عاد ما عطاوناش السكن، ما يمكنناش نديروا قياطه الزرقاء. حنا دابا راه كنتعذب، واحد الحالات على العافيه. وجيتي اليوم باش تطرحي هذا المشكل على المناضلين ديال الحزب ديال الناس؟ انا جيت، انا مناضله حقوقيه، جيت انا نطرح هذا المشكل هذا، انا مناضله حقوقيه جيت نطرح هذا المشكل هذا ما خلينا فين مشينا، ما تعطاناش الحل ديالو، شعلت لنا واحد المره العافيه ما كاينش، ما عرفناش فين غادي نسدو ولا فين غادي نمشيو. حنا راه واحد المشكل كبير، واحد الكارثه اللي زايده من هي نص عمر حنا في النكيه، ملي جات 12 عام جا هذا السيد دابا تيخرجنا درت حوجه طوال، وانا زدت انا هاد تشوف لي انا زايده في النكيين ويعدني من 90 عام تا هو زايد النكي، انا بقيت واحد السيد دابا جا بغا يخرجنا، مي دابا ولات خدينا هادي بزاف بغيت نمشي بغا يخرجنا حنا. كان جدي اي جدي بقينا الولاد تبغي من هي ما بسمع شحال دابا محميه الله يخرجنا بلا حتى حاجه، قال لك خرجوا والو، حنا ما عندناش نمشي والو، ما عندنا حتى فين ندورو. كاينه انا وخوتي 12 واحد كاع، وكاين ولاد خويا خوتي حنا 28 عائله كاع بغا يترك، 28 عائله بقى ما عندنا والو. انا سيدي من ديك المحاربات ديال الصفيح، وجا وعطانا سيدنا واحد البقعه، كنت تحققت مع واحد خينا، وملي شفتو شبروا واحد الدار قبل من غيتشبر ديالي انايا، بناها مغشوشه، حبساتو السلطات المحليه وبداو تدير لي بحال هاد الدار هذه. قال لي انت ما كتعرف هذا الشيء هذا، ومشيت عند القايد وقال لي سير بني دارك، راه كيما دار لهذيك غيدير لهذيك. ملي بنيتها دال عليا بالفلوس في المحكمه، وصدقت المسدود 4 شهور في الحبس في عكاشه على داري. ما شفتش بحال هاد الدوله اللي حكمت عليا انا داري وتحكمت عليها ب4 شهور ديال الحبس، ما عمري شفت شي دوله. وهذا اللي كان مع موظف فيه الغلام كان عنده دابا 9 سنين، على كنت حامله وبغيت نولد وبغيت كيصوب لي لاكار، ما بغاش يصوب لي لاكار، قطعت الشهر ديال الكرا ولدت وجيت حيت لي السقف وقطع لي الضو والماء. دابا انا ما عندي لا سقف ما عندي لا ضو لا ماء، مني ربي 5 سنين دابا، وما عنده هو لا وثيقه على الارض، جات حاجه ارض ديال المخزن. الدعوه الاولى ربحت، الدعوه الثانيه ربحت، الدعوه الثالثه عطى عليا الفلوس، ربحني في الابتدائيه وربحني في الدينار، دابا محكوم عليا بالاحصار.